الموقف ده يا جماعه حصل لي امبارح. اه والله. كان شكله بيفكر فيها. لسه صاحي من النوم، رحت قلبت ده الطبيعة، وأنا بمشي مشوار طويل كده لحد الحمام. وأنا ماشي يعني إيه، أوضة مفتوحة جنبي، كان في كرسي في النص، حرفيا تخيلت واحد واقف عمال باصص لي. عملت عيني كده فتحت لقيت الكرسي، قلت الحمد لله. طبعا بقى طبعا بفكر في الرعب ولا حاجه بالليل، دماغك ما تسيبكش، لازم تتخيل كل حاجه. ايه ده ينسى تحسها رعب. ايوه تحسها كأنها حاجه. دماغك ما تسيبكش الا ايه، تجيب كل افلام الرعب في دماغك دلوقتي. تقعد مثلا تتخيل مثلا ان في عروسه هتقوم داخل عليك، مثلا انت لسه نايم على السرير بص على الباب، فجاه تلاقي دي اللي جت، تحس ان العروسه داخله عليك وتقوم ماسكه زي بتشكل المهم يا جماعه لبيت ده الطريق، طلعت لسه داخل من النوم عشان اشرب ميه، لقيت حرفيا تخيلت كانت سجادة الصلاة على الكنبة، تخيلت ان في طفل صغير مشلول، رحت عملت كده وبص كويس لقيت السجادة، قلت الحمد لله تاني. طبعا شربت الميه واستعديت لأقوى انطلاقة هعملها، قفلت النور وطلعت ارجع على الأوضة بسرعة.